السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي وصفات سلمى. اليوم غنديروا كيكه مالحه على شكل بيتزا. غنحتاجوا فيها 2 كيسان ديال الدقيق، 2 خمارات، كاس ديال الحليب، كاس لاروب ديال الزيت مخلط بين زيت العود وزيت عاديه. غنحتاجوا الطون، الزيتون مقطع، شويه لاصوص ديال الطوماط ديال البيتزا، 3 البيضات، الفرماج محكوك، شويه الابزار وشويه الملح. نسيت ما قلتش لكم الزعتره واحد شويه رشيشه. ودابا غنبداو التحضير. غنديروا البيض، شويه الابزار، شويه الملح، والزيت، والحليب، ودابا غنديروا الدقيق، والخميرة. دابا غتجي العجينه على هذا الشكل كيف ما شفتوا. غنديروها في المول، اللي دهناه بالزبده ورشينا ليه الدقيق. ودابا غنبداو نديرو فيها. اول حاجه نديرو لاصوص طوماط، ودابا غنديرو الطون ولا كان عندكم الفيلي اللي كان. ودابا غنديرو الزيتون كحل مقطع، وكندخلوها الفران مده 20 دقيقه 25 دقيقه على فرن متوسط على حسب الفران. كل واحد الفران ديالو على حسب تبقى عينك ميزانك. ومني غتقرب الطيب نديرو ليها شويه الفرماج وندخلوها غير تصهد ونخرجوها. ودابا غنديرو الفرماج، ونخليوها تقريبا 5 دقائق ونطفيو عليها. هي دي الكيكه ديالنا ملي خرجناها من الفران كتجي على هذا الشكل. نتمنى انها تعجبكم وتجربوها. وإلا عجبكم الفيديو ديروا جيم وابوني للقناه وانتظروني في وصفات جديده ان شاء الله.